السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا هنعمل الجلاش البسيط السهل بكل بساطه وطعم مفيش بعد كده ولا احلى من كده. زي ما انتم شايفين كده عملنا الجلاش بطريقه جميله وسهله جدا ومش هتاخد منك وقت خالص خالص. طبعا برضو عملنا البسبوسه السايبه بكل سهوله، نزلت لكم الفيديو هتلاقوه موجود في القناه باذن الله. ولو انت مثلا تحبي تبيعي الحاجات دي في شهر رمضان هتبقى مشروع جميل جدا ليكي. زي ما انت شايفه كده ده الجلاش اللي احنا عملناه والبسبوسه السايبه اللي احنا عملناها. قطعتها وحطيتها في اطباق زي ما انتم شايفين كده. طبعا حبايبي وناسي ببعت لكل واحد طبق من الاطباق اللي انا بعملها دي. زي ما انتم شايفين جلاش شكله بيتكلم عن نفسه، والبسبوسه كمان طعمها يجنن. طبعا ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وان شاء الله هنبتدي الفيديو بتاعنا باذن الله. يبتدي الفيديو بتاعنا مع بعضينا ونشوف المقادير بتاعتنا ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا حبيت ان انا اوريكم جلاش بطريقه سهله يا جماعه وبسيطه جدا هتعمليه في البيت. اول حاجه بنحط كوبايه ونص، كوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه على النار لحد ما يبتدي. طبعا زي ما انتوا عارفين بروح نازله بكوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه، وبنزل عليها بحبه ملح ليمون حاجه بسيطه كده من ملح الليمون. بعد كده ببتدي ان انا لو ما عندكيش ملح ليمون ممكن تنزلي بنص ليمونه. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا افرش الجلاش بتاعنا كده زي ما انتم شايفين كده، واروح دهناه بالسمنه. وبعد كده اطحن شويه سوداني او اي مكسرات عندك وجوز هند، وبروح بقلبهم على بعض وبروح رشاهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، وبروح برماهم. طبعا ببرمها الشكل اللي يعجبك. انا عملت منها الصوابع زي ما انتم شايفين، وعملت منها القطعه الصغيره المدوره الجميله دي. طبعا انا عملت الطريقه دي قبل كده بس عملتها بقى بلفه كبيره جدا، كانت شكلها جميل جدا. لو عايزين تشوفوا الفيديو هتلاقوه موجود في القناه باذن الله. فكرته كانت حلوه قوي وكان بصراحه شكله جميل جدا عامل زي الورده. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا ابرمها بالشكل دوت. بعد كده بعد ما ابرمها اروح مقطعاها بصوابع. طبعا دي كده هقطعها صوابع، يعني بمعنى اصح اكشكشها كده زي ما تحبي، حابه كشكشيها حابه تقطعيها صوابع اللي يريحك. هبتدي ان انا اعملها بالشكل ده كده، ابرمها بحاجه واروح مكشكشاها كده بالشكل ده كده، واروح مقطعاها زي ما انتم شايفين. طبعا تقسميها من النص. عايزه اقول لكم بقى ان الجلاش عامه يا جماعه لما تيجي تعملوه لازم يكون العسل بتاع الجلاش هو والكنافه يكون تقيل. طبعا كوبايتين حسب الكميه اللي انت بتستعمليها. طبعا الكنافه بتزودي في معيار السكر شويه، 3 كوبايات من السكر على 3 كوبايات من الميه. طبعا بتضيفي ملح ليمون اول ما يبتدي يغلي، او بتضيفي نص ليمونه. طبعا هجيب واحده تانية من الجلاش كده زي ما انتم شايفين، هبتدي ان بعد ما ادهنها بالطريقه دي اروح اعملها صوابع واقطعها بالشكل الرفيع قوي اللي انتم شايفينه ده. طبعا برشها من جوه جوز هند وسوداني، وبروح مقطعاها صوابع رفيعه قوي قوي كده، طبقات رقيقه قوي كده، وبروح رصاها طبعا زي ما انتم شايفين. طبعا هيبقى منا كام ورقه كده حساهم ان هم مهريين قوي، هبتدي ان انا اعملهم سامبوكسات وبالشكل ده يطلع الشكل اللي انا وريته لحضراتكم وصورته لكم في بدايه الفيديو بتاعنا. برضو هقولك على حاجة يستحسن برضو بالنسبة الجلاش يا جماعة ما ينفعش ان يبقى الجلاش سخن وبرضو تروحي حاطة العسل عليه سخن. لو عملتي سخن مع سخن هتلاقي الجلاش بتاعنا باظ منك خالص، بقى عامل زي البلوزة. طبعا قطعتهم رفيعين بالشكل ده كده، رصهم بقى في صينية مدورة كده، واروح مشغلة عليها الفرن من فوق ومن تحت. طبعا هنعمل مع بعض دلوقتي الجلاش السامبوكسات. عملتها معاكم اهي بالشكل ده. هروح حطها بيها فيها، والعسل بتاعنا اكون انا عاملاه ومبرداه خالص علشان بعد ما يستوي هروح مفضيه عليه العسل بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو.